نيجي بقى للصنف التاني اللي معانا وهو الميكرولوت أقراص. والميكرولوت بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي ليفونورجستريل، ودي بتنزل بتركيز 3 من 100 مللي جرام، ودي بتمثل هرمون البروجستيرون، وده بيشتغل في الجسم عن طريق 3 آليات. أول حاجة بيقلل أو بيثبط من عملية التبويض، لكنه في الأساس ما بيمنعش إطلاق البويضة نفسها لأن شغله بيكون على الهرمونات. كمان بيعمل على زيادة سمك الإفرازات الناتجة من عنق الرحم عشان يصعب مهمة الحيوانات المنوية إنها تخش الرحم. ويقال برضو إنه بيمنع زيادة سمك بطانة الرحم المطلوبة لزرع البويضة، لكن ده حتى الآن مش ثبت علميا على المادة دي. طيب إيه هي بقى دواعي استعمال الميكرولوت أقراص أو إيه هي استخداماته؟ الاستخدام الأساسي ليه هو منع الحمل، وتحديدا في حالة الست اللي بترضع. كمان نقدر نستخدمه لمنع الحمل في حالات الطوارئ بعد عملية الجماع اللي بتكون من غير وقاية، أو حصول فشل لوسائل منع الحمل التانية. طيب إيه هي بقى موانع استعمال الميكرولوت أو مين السيدات الممنوعة من استخدامه؟ أول حاجة في حالة وجود حساسية من مكونات الميكرولوت، والواجب إنها توقف الدواء فورا وتبلغ الطبيب المعالج. كمان ممنوع في حالة ارتفاع ضغط الدم إلا بوصفة طبية بس، وبرضه ممنوع في حالة وجود مرض السكر أو السمنة الزايدة إلا بوصفة طبية برضه. كمان ممنوع في حالة وجود سرطان في الثدي أو تاريخ وراثي من سرطان الثدي. كمان السيدات اللي عندهم نزيف مهبلي غير معروف السبب يفضل إن هم ما يستخدموش الميكرولوت. كمان الميكرولوت ممنوع وصفه في حالة وجود حمل، وتحديدا حمل خارج الرحم، زي مثلا حصول حمل في أحد قنوات فالوب. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للميكرولوت أقراص أو إيه هي أضراره؟ أول حاجة ممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي زي قيء أو غثيان. كمان ممكن يسبب صداع أو صداع نصفي، وبرضه ممكن يسبب آلام في الثدي أو احتقان. كمان ممكن يحصل اضطرابات في الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات ممكن يسبب التهابات مهبلية، وممكن كمان يسبب تغيرات مزاجية وشعور بالاكتئاب. خلينا بقى نعرف إيه هي جرعة الميكرولوت أقراص. علبة الميكرولوت بتحتوي على 35 قرص، والجرعة بتاعته بتكون قرص يوميا بلا توقف، على عكس الجينيرا اللي بيقف فترة علشان الدورة الشهرية تنزل. والميكرولوت أقراص بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 16 جنيه للعلبة الواحدة. وخد بالك إن ليه بدايل بنفس المادة الفعالة زي اللاكتيفينور أقراص.